السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر لحضراتكم إشارات دالة على محبة الله عز وجل للعبد، ومعنى ان في اشارات او امارات تدل على محبة الله للعبد يبقى انت امسك فيها، لان اذا احب الله عبدا نعمه واكرمه واقامه مقاما طيبا في الدنيا والاخرة. ورحمة الله، رحمة الله يعني محبة الله للعبد دي رحمته. الذكر والتذكر، الموعظة قد تكون حجة من الله لك أو عليك، فإذا وعظت الناس بالبعد عن الظلم وأنت ظالم فهي حجة عليك. ينبغي لك أن تنتبه وتتدبر. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، الآية بتاعت سورة الفرقان. من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. يعني ايه؟ يعني يقوموا الليل يقروا القرآن ويجوا بالنهار يطبقوها، يلاقوا الفقير يعطوه، يلاقوا المسكين يطعموه، يلاقوا الجاهل يخاطبوه بالسلام. يبقى كانوا يرون القرآن رسائل من ربهم يتدبرونها يعني قراءة بالليل ويتفقدونها بالعمل في النهار. في إشارة بتدل على إن ربنا بيحبك. إيه هو؟ وأنت قايم تصلي وأنت حاسس إنك أنت واقف الله أكبر وأنت بتصلي بتتلذذ بنعيم القرب من الله. مش عايز تقول إيه الله أكبر والظهر كم ركعة 4، طب يا ده إحنا لسه في الأول والتانية والتالتة حمل علينا، وماتش الكورة بالنسبة لك والمسلسل والأفلام طويل وتقعد وتجيب لب وتأزأز. بص يا سيدي، من أسباب رضا الله عليك أن التلذذ بالطاعة. الحمد لله رب العالمين وانت فاهمان بتقول ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين، فرحان وانت بتعمل العمرة لبيك اللهم لبيك، وانت بتجري بين الصفا والمروة العبد عبدك والبيت بيتك، ويا رب جئنا إليك بذنوب كثيرة وبأعمال قليلة. دي اسمه التلذذ بالطاعة والأنس بمناجاة الله عز وجل. يبقى ديت معناها إيه؟ إن ربنا بيحبك. طاعة الله أحب إليك من كل شيء. طاعة الله، اجعل طاعة الله أحب إليك من كل شيء. النشاط في الطاعة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن رسائل ربنا سبحانه وتعالى بيرسلها لك، بيشوف ايمانك وبيختبر صدقك مع الله. بيديك مرة مرض نفسي يضايقك عشان تصبر، مش تروح تشتكي ربنا. بيديك ابتلاء يبتليك، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. خلي بالك بقى ايه؟ وبشر الصابرين. عارف لو صبرت أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبتليك الله في المال. من يتكلم معك معتوه، من يتكلم معك معتوه يعني إنسان ضعيف العقل لا ترد عليه بالقبيح ولا ترفع يدك عليه ولا تقابل قبيح بقبيح، ادفع بالتي هي أحسن. دي رسالة من ربنا بيختبر صدقك وإيمانك. واحد في المسجد كان نايم وسيدنا عمر دخل المسجد، فرجل عمر داست على رجل الراجل، فبيقول له ايه؟ من انت؟ اعمى؟ قال انا عمر. فالراجل اللي ماشي مع عمر بيقول له ده بيقول لك انت اعمى. هو بيقول له، قام سيدنا عمر رد عليه بيقول لي من انت؟ فقلت عمر. يبقى شوف، من انت ولا انا اعمى؟ يعني خلي بالك، المؤمن مش بيبص للهيافة، المؤمن ما عندوش كبرياء، المؤمن مش بيسمع كلام امه ويظلم مراته، المؤمن مش بيسمع كلام اصدقائه ويسيب عياله. خلوا بالكم، بكره في قبر وفي حساب وفي جنه وفي نار. انتوا عايشين علم الله بينا، يا رب ايقظ قلوبنا. والله ان اكثر الخلق في غفله وفي لهو، ينامون ملء العين ويأكلون ملء الفم ويشربون ملء الفم ونسوا القبر وظلمته. قالت عائشة: ويل لأصحاب المعاصي من ظلمة القبور. الدنيا ديت محطة بالنسبة لك انت، انتبه فيها، استيقظ فيها كل حاجة لها وقت، لو فات وقتها راح العمل خلاص. كل ما تراه عينيك وتسمعه أذنيك أنت مسؤول عنه، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فاعمل صالحا وأكثر من الدعاء وأخلص العمل لله، واسأل الله. اللهم اشف جميع المرضى وارحم جميع الموتى، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.